عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين المشاهدين أينما كنتوا داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بأحسن حال إن شاء الله يا رب العالمين. صباحكم مبروك. الصباح كنت غادي ندير الصابلي، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. هانتوما كما كتشوفوا نبداو بسم الله ونبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما قلت لكم نبداو بالمقادير اللي عندنا هنايا. كاس ديال سنيده عندي هنايا. الخماره الحمراء ما غنديرهاش كلها، كندير غير معلقه صغيره، قياس معلقه صغيره هي فين حلاها. درت واحد الصابلي واحد اخر وما شاركتوش معكم البنات. المهم هي عجينه وحده بحال العجينه اللي درت الاخرى ما كفاتنيش، بحال هاد العجينه هذه اللي غادي نديرها معكم ان شاء الله. وهنايا حتى هنايا غير شويه ديال الفاني، غير راس معلقه كما قلت. وفرماجه عندي هاد الزبده هادي. غنبداو بسم الله. غادي نفتح هادشي معاكم. غادي ندير هنايا معلقه ديال الفلو كما كان نوعو البنات. فلو هو هذا، انا عندي هذا. غندير معلقه ديال الفلو، معلقه د الحليب مجفف، كاس ديال دانون هو هذا. هانتوما هنا عندي 2 معالق ديال دانون، وزادت عليهم معلقه ديال هذا العصير. صافي دابا غادي عندي 3 د البيضات، 2 بيضات بالبيض ديالهم وصفر بيضه. غادي ندير معلقه ديال الكوفيتير، شويه د الملح، غير قبصه من الملح صافي ضروري على حسب. كاين اللي كيديرها كاين ما كيديرهاش، ولكن حنا تنديروها ضروري باش كتعطي الذوق في المذاق ديال الدقيق. المهم غادي نخلط هذا الشيء كلشي اللي صورت معكم اخوتي، وغادي نرجع معكم. هانتوما اخوتي كما قلت لكم، ها دانون العصير 2 معالق، معلقه ونص ديال الكوفيتير، هذا الفلو كما قلت لكم، هذا الفلو، الحليب بودره مجفف، الملح، الخماره، هذه الخماره د الحلوه، وهذه خماره ايديال والزا، سنيده، الزبده، 3 د البيضات. البيض غادي نوضعو التالي مع كاس ديال الزيت. غادي نوضعو هو التالي البيض. نخلط بعدا الزبده مع السكر سنيده ومع الفرماجه ومع التوابل، نخلطهم مزيان ونبقى نخوي بيضه ببيضه وانا كنطرب ياكم. وغادي نخوي كاس الزيت في التالي، نخوي شويه بشويه ونبقى نخلط. دابا سمحوا لي على هذا التصوير، يد وحده كنصور وتندوي معاكم. هانتوما بسم الله، ما عنديش كندير والله كما قلت لكم، يد وحده كتصور وغنبقى نزعزع بزاف التليفون. راكم عارفين كيجيش التصوير هو هذاك، لان غير بوحدي ما عنديش اللي يصور لي، ما عنديش داكشي فاش نحط التليفون باش نصور. المهم انا نخلط هادشي كلشي كما قلت لكم، نبقى نوضع بيضه بيضه وانا تنخلط، والزيت تنبقى نوضع عاوتاني شويه بشويه الزيت وانا تنطرب حتى رد هادشي كريمي مزيان. وعاد نوضعو الدقيق ان شاء الله، وخليكم معايا حتى نطرب هادشي باش ما الا جيت نخدم التليفون غيبقى يتزعزع بزاف. وسمحوا لي على هاد التصوير. نتوما البنات بعد ما طربت هادشي مزيان، ان خصها تخدم مزيان الزبده مع الزيت والبيض. ودابا غادي نوضعو الدقيق ديالنا. نتوما البنات المشاهدين، انا بعد ما خلطت جمعت الدقيق كيبقى على هذا الشكل هذا. كلشي كيعرف الصابلي راه سميتو تيبقى الرطوبه ديالو. المهم كنتشاركوا معكم الحاجه وصافي. دابا غندوز نشوف المراشم اللي غادي ندير. هما هادو عندي انا المراشم. المراشم تيبقى الاختيار ديال الزواق لاي واحد. هادشي اللي كان غادي نشوف شنو غادي ندير في شنو المرشم غادي ندير ان شاء الله.
وان شاء الله حتى نساليوها بالطياب ونقدوها معاكم ان شاء الله. وانتم معايا خوتي. هانتوما البنات بعد ما طلقت العجينه كنطلقوها هكا في وسط البلاستيكه باش حتى حاجه ما كتلصق بالدلاك. وهاهي فين درت هذا المرشم هذا. ودابا غادي نوضعوها طيب وخليكم معايا. الحليوه بعد ما خرجتها من الفران كتجي عليها الشكل هكذا، وان شاء الله تبقاو معايا حتى التزيين. نمونطيها ندير لها المونطاج ديالها، لان الصابلي ما تيبقاش هكا. كنزينوه مزيان باش كيبان النضره وتيولي مزيون وتيولي بالرطوبه. وراكم عارفين هي الزيت والزبده وثلاثه البيضات. المهم بلا ما نهضروا العصير ودانون وكل شنو تيبغي يدير فيها خوتي، ماشي راه الاختيار كيبقى لكل واحد في المذاق. كما كتشوفوا بعد ما مع الصابلي كيشد الوقت، كيشد اليد اللي عنده يد بوحده راه ما كيتسالاش دغيا. المهم انا كنمونطيها دابا كنصاوب لها هاد اللوز ايفيلي وهاد سميتو. المهم تنقدوها كنلصقوها بالجليكوز والنباج نخلطوهم تنلصقوها ونرجعو تاني نخلطو هاد الكوفيتير. وهنايا الكوفيتير والجليكوز والنباج المهم خلطاهم انا باش غادي نبقى كنديرو لها على الوجه ديالها، ونديرو لها اللوز ايفيلي ولا كاوكا ولا اللي موجود اللي حاضر البنات. المهم حتى نسالي ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا هي بنتي خدامه معايا مع هاد النهار جالسه من المدرسه وهي معاوناني مسكينه. يلا بقاو معايا حتى نسالي ان شاء الله. هانتوما يا البنات، هانتوما كيف مونطيت الحليوه ديالي درتها على هاد الشكل هذا. درت ملون خضر جات على هاد الشكل هذا، ودرت الملون الاحمر جات على هاد الشكل هذا. المهم دابا غادي ندوز نمونطيو هاد الصابلي هذا اللي مازال. ما ديوش على هذا ما تحمروا لي بزاف، هذا ما غادي نحيدهم على جانب غير شي 5 د الحبات. المهم هذه غادي نمونطيها. عندي هنايا اللوز، عندي هنا الفواكه الجافه، هنا نيت مازال شويه هذه مخلطه بالزبيب وهذا مازال هي الزبيب عاد تنقطعو. صافي هذا الشيء اللي غادي ندير فيها. المهم خليكم معايا حتى نسالي اخوتي تبارك الله عليكم. بعد ما درت هنايا الكوفيتير جليكوز ناباج خلطت هذا الشيء هكذا، وغادي نوضع اللوز ونوضع فيها الفواكه الجافه هي هذه الحلوه، ونوضع الزبيب ونوضع المكسرات واحده اخرى نتوما كما شفتوا. صافي خليكم معايا ان شاء الله حتى النهايه. هانتوما البنات مشاهدين ديالي، ها الحليوه اللي صوبت وشاركتها معكم العجينه الصابلي راكم عارفينها كلشي تبارك الله وكلشي ما شاء الله عليكم. المهم كنتشاركوا الحاجه معكم. وهذه هي العجينه الصابلي كلها، ولكن الزواق تيبقى اختيار لكل واحد. الانسان كيزوق عاد كتبان الحلوه زوينه بزاف، لان الصابلي حتى يتزوق عاد كيبان. ايوا هادو هما الشكيلات اللي صوبتها انت، شكيل خضر شكيل احمر وهاد الشكيل هذا اللي تنعمروه بالفواكه الكركاع واللوز والزنجلان وداك الحليوات الخضر والصفر والحمر. المهم هادشي اللي كان اللي شاركت معكم، ونتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلبكم. وما تنساوليش واحد البصيمه من يديكم والكومونتير، وقناتي هي قناتكم وشجعوني انا اللي كان اللي وجدت حاجه بسيطه في الدار ديالي راني نشاركها معكم اخوتي، ونتمنى تشجعوني باش نزيد لقدام. وغادي هنا غادي نقول لكم نخليكم على خير وتبارك الله عليكم ومع السلامه.